هو انت لما تيجي من بدايه الماتش كده، قبل الماتش بتاع نيوزيلندا ما يبدا، تقول ايه مميزات نيوزيلندا وبتلعب على ايه، هيقول لك بتلعب على كريس وود. الراجل بيقدر يا اما يطلع بدماغه ياخد الكوره، يا اما بيكون محطه، يا اما في تحركاته بيقدر يخلق مساحه للقادمون من الخلف، المركز 10 او اللي جاي من ورا بيقدر ياخد المساحه بتاعت المهاجم. بس المهم ان هو بيحاول يفتح يمين او شمال عشان يسحب المدافعين يطلعهم من تمركزهم، ويبتدي يسيب مساحه للي جاي من ورا. طب يا عم بتلعب على ايه تاني؟ يقول لك كمان بتلعب على الكور الطوليه، بتلعب على الكور الثابته. طب انت تلعبهم ازاي؟ يقول لك هم اصلا مشكلتهم ان هم في الخروج من الكرة من الخلف للامام عندهم مشاكل، لانهم امكانياتهم ضعيفه ولكن امكانياتهم البدنيه عاليه جدا وقويه جدا. طب يا عم هنلعبهم ازاي؟ ما ترد عليا. يقول لك المفروض اللي تضغط من قدام، ما تخليهمش يطلعوا بالكرة لانهم اخطائهم كتيره في الحته دي، وتحاول دائما وابدا تكون في ظهر اللاعب، في ظهر اللاعب كريس وود، وما تسيبلوش مساحه، وعينك دايما على اللي جاي من الخلف للامام. طب يا عم ودفاعيه او دفاعيا نلعبهم ازاي؟ في الحته الهجوميه بقى احنا نلعبهم ازاي؟ قال لك ما تلعبش على الكور العاليه، وتخليهم ينتصروا او يلعبوا الكوره اللي هم بيحبوها وسهله بالنسبه لهم. طب نلعبهم ازاي تاني؟ قال لك تلعبهم على الارض، لمسه ولعبه. علشان كده الشوط الاول منتخب مصر ما جاش، خساره 1-0. نعم احرزوا هدف من ركنيه من كره ثابته، نعم منتخب مصر لعب على الكور الطوليه وما قدرناش نخلق فرص ونحقق فرص على المرمى. نعم المنتخب ما جاش، شبح. الشوط الثاني عملنا العكس بقى، العب على الارض، كوره على الارض، ضغط من قدام، ما اديناهمش فرصه، باص في التاني، تحرك من غير كوره، الكوره ما بتطولش في رجلك كتير، كلام رايح لمرموش، كرة سهلة، الكرة فيها انسيابية، تحرك بدون كرة، لمسة ولعبة، بتقدر توصل للمرمى بكل سهولة. وانك تحرز 3 اهداف في شوط واحد في كاس العالم، ده انجاز. انجاز يا كابتن، والله انجاز. انجاز يا كابتن العميد. يا باشا ده انت مش عميد، ده انت عقيد، ده انت لواء، تقدر تقول زي ما تقول. 3 اهداف يا مؤمن في كاس العالم، الله اكبر عليك، الله اكبر عليك. بص الكرة سهلة، السهل الممتنع، مش عايزة فتي. الف مليون مبروك لمنتخب مصر.